اللي حصل انا قاعده في البيت ولقيت ناس داخله عليا ابنك اتعور. طب هو فين يا جماعه؟ فضلت اعيط وفي الاخر قعدت اجري على السلم اسحب زي القطط كده هو من الكوره، بقيتش عارفه انا ليه بنزل بتسحبي ازاي. ليه؟ انا معوقه ولابسه جهاز بس الجهاز بتاعي كان مكسور وانا بجري على السلم اهو الجهاز اهو. اتفضلي كملي. وانا بجري على السلم طبعا انا بقى على اني طبعا اي ام هتسمع ابنها اتعور الطبيعي ان هي هتجري وتشوف هي هتعمل ايه معاه. المهم لقيت ناس حواليا في الشارع ما تخافيش واقفي، وحاولنا نعرف مين اللي وداه المستشفى. عرفنا ان بابا واحد اسمه استاذ محمود، يعني ربنا يكرمه يا رب، ابو محمد اسمه محمد محمود يا محمد محمود. قعدت لحد الساعه 5 الصبح في الشارع، كانوا جابوه 6 الا تلت بالظبط. قالوا ان هو في خيطوله 60 غرزه داخلي وخارجي عملوها جراحه تجميل. ومشكورا الاستاذ اللي كان معاه هو اللي دفع له الفلوس وهو اللي خلاه عملوا جراحه احسن جراحه الحمد لله. وفي 7 غرز في دراعه. طب نسال محمد، قول لنا ايه اللي حصل معاك بالظبط وعلي صوتك بس. اللي حصل ان انا كنت نازل عادي، كنت نازل اجيب علاج والدتي. نزلت رحت بس كنت بلف، جيت مره واحده وقفت عند المربى قبل ما اجيب العلاج. كان معايا تليفون ب 400 جنيه كنت لابس كاب. هو الواد لما دخل عليا جه يشد مني الكاب، ما عرفش يشده مني، زقيته. جبت يشد مني الكاب تاني، رحت زقيته تاني. جه شاف معايا التليفون ب 400 جنيه، جه يشدهم ما عرفش يشدهم، زقيته. جيت لافف ظهري، بلف ظهري لقيته ماسك ايدي وبيشد التليفون. رحت انا جيت زقيته تاني، لقيته بيعافر معايا، رحت انا عافرت معاه وزقيته. لقيته مره واحده مطلع راح اداني كده، شد ايدي وشد ده وانا عامل كده. راح اسم ده بعديها لقيته جري وشد التليفون، ما اعرفش بقى التليفون وقع منه، بس اختي لقيته في الارض. وال 400 جنيه ساعتها ما لقيتهمش. جيت في ناس ولاد حلال الحقوني، وبعد كده عم محمد هو اللي اسمه ده وداني المستشفى. عملوا لك ايه في المستشفى وعملوا لك ايه؟ عملوا لي خيطوا لي دي 60 غرزه داخلي وخارجي، ودي 7، وعملها لي تكميم في الشيخ زايد. حضرتك بتطالبي بايه؟ عشان الولد ده اصلا بيمشي يضرب في العيال كلها، على ما سمعت من اولاد في الشارع اتلموا عليا لما ابني اتعور وانا ما اعرفش ولا حد فيهم. حضرتك ذكرت ان بقالك 4 سنين ما خرجتيش شفتي الشارع. اقسم بالله 4 سنين. اخر مره كنت عند الدكتور حاتم ابو جبل اللي هو بتاع العظام، قال لي ما تمشيش الا ما تمشي مشايه علشان انت عندك هشاشه عظام وغضروف في عنق الرقبه وفي نص، هما 3 غضاريف في النص وفي المؤخره. وقال لي ما تنزليش لوحدك، لازم يكون حد معاكي. فبصراحه انا كسلت ان انا اخرج وكده من البيت، فقعدت بقى في البيت واولادي هم اللي يجيبوا لي طلبات البيت وكده. ما اعرفش اعمل حاجه الا انا اقعد في البيت، هو ده اللي بعرف اعمله. طيب حضرتك سبل المعيشه عايشه ازاي؟ والده فين؟ انا وبابا منفصلين. ليا دخل ان انا عندي معاش والدي واخداه من ساعه ما اتطلقت، كان مبلغ قليل وابتدى يزيد الحمد لله. ووالدتي بتساعدني واخويا وابن عمتي، يعني هما دول بس اللي